اهلا بيكم مع مطبخ التوفير مع ام محمد. النهارده انا جبت الفراخ والحمد لله سعرها بدأ ينزل. انا جبت الكيلو كام 69 جنيه. انا جبت 3 فرخات لطول الشهر، هنقطعهم مع بعض ونشوف هنقسمهم لاجزاء ازاي. طبعا انا جبتهم وزنهم التلاتة 6 كيلو ونص. طبعا لما تجيبي فراخ هاتي الوزن الكبير عشان تعرفي تقطعيها وتطلعي منه منابات تكفي عدد افراد الاسره. احنا اسره 6 افراد. يلا نشوف هنقطعهم مع بعض ازاي. طبعا انا غسلت الفراخ الاول، غسلتهم بمية وليمون ودقيق وصفيتهم كويس من المية. هقطع معاكم اول فرخة بالشكل ده. طبعا الفرخة وزنها كبير زي ما انا قلت، ده من الفراخ اللي وزنها كبير بتقطعي منها منابات كبيرة وتكفي عدد افراد الاسرة. اول حاجة هنقسم الوركين بالشكل ده. هفصل الوراك عن الصدور. قطعتهم بالشكل ده وهفصل الوركين برضو. طبعا شايفين حجمهم كبير. طبعا غسلهم كويس بالمية وبالليمون وشوية من الدقيق وصفيتهم كويس من المية. قطعت الوركين بالشكل ده. هقطع معاكم الصدور، هقطع الرقبة، افصل الصدور عن بعض. هقطع الرقبة التانية. طبعا الرقبة والحواجب بنعملها أكلة لوحديها بالشكل ده. هفصل الصدرين عن بعض. قطعتهم بالشكل ده. طبعا حجم الصدور كبير. هقطع معاكم الصدور. انا مش هخليهم، انا اقطعهم منابات. هقطع الكتف بالجناح بالشكل ده. هقسم الصدر الواحد لتلات منابات، 3 قطع، كل قطعة فيهم مناب بالشكل ده. حجم المناب هيكون كبير. وأقطع صدر التاني بنفس الطريقة. قطعت الصدر التاني بنفس الطريقة بالشكل ده، 3 قطع. يعني الصدر عندي اداني 6 قطع، 6 منابات بالشكل ده. هقطع معاكم الوراك بالشكل ده، اقسمهم. انا قطعت اول ورك وادي التاني. طبعا الدبابيس اكله لوحديها، وعندي كفة الورك ده كبيرة، ممكن اقسمها لقطعتين لان حجمها ما شاء الله كبير. تقسميها حسب ما انتي عايزة. انا قطعتها بالشكل ده كده. يبقى قطعت الفرخة. هقطع الفرختين الباقيين نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا قطعتهم حطيتهم في الاطباق بالشكل ده، بس غسلتهم الاول وصفيتهم كويس من المية.
انا قطعت الدبابيس، حطيتها طبق لوحديها، اكله لوحديها. وعندي هنا صدرين انا سبتهم سلام، ممكن اعمل كل صدر فيهم اكله مختلفه. ممكن اعمل مثلا صدر كفته، ممكن صدر مثلا ناجتس، او ممكن نعمله كمان ستريبس على حسب. وقطعت كمان ال- الوراك يعني الكتف والصدور، قسمتهم لمنابات بالشكل ده. كل طبق وانت هتقطعي حسب عدد اسرتك. طبعا كل واحد بيقطع المنابات حسب ما هو عايز. انا قسمت الفراخ المره دي لمنابات، مش عايزه اعمل بانيه، انا عايزه اعملهم المره دي. ممكن اعمل في صينيه بطاطس، ممكن اعمل الكبد والقوانص دول اكل اعمل بيهم صينيه مكرونه بشاميل. عندي الجوانح دي ممكن اعملها شوربه مع شويه رز وملوخيه، تبقى عندي اكله. وكل طبق من ده انا حطيتهم في اطباق بالشكل ده، بس انا هقسمهم، احطهم في الاكياس واحفظهم. طبعا كل واحد بيقسم حسب الطريقه اللي هو شايفها مناسبه ليه، ويعملها اكلات مناسبه ليه، اكلات بسيطه. وكل واحد لازم يمشي بيته بالطريقه اللي هو شايفها صح ومناسبه ليه حسب افراد اسرته. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واتمنى تنوروني بالاشتراك.